السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الشيش طاووق، وهنعمله بطريقه سهله جدا وجميله، وتتبيله باذن الله تعجبكم جدا. تتبيله طعمها تحفه، واسهل واسرع منها مفيش. وهنتكلم ازاي نعمله لو احنا عندنا شوايه، او لو احنا ما عندناش شوايه نقدر نعمله في الفرن، او لو كمان ما عندناش فرن نقدر نعمله على عين البوتاجاز من فوق. وهنعمل معاه كمان الرز الاصفر بطريقه جميله جدا وسهله. بس لو انتوا لسه جديد في القناه واول مره تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه انا معايا هنا كيلو من الاوراق. طبعا تقدري تستخدمي الصدور زي ما انت عايزه، انا كنت عاملاها معاكم قبل كده بالصدور. النهارده ان شاء الله هنعمله بالاوراق. ديت الاوراق اللي كنت عاملاها معاكم في تجهيزات الشهر. اول حاجه كده هجيب الاوراق بتاعتنا، انا شايله منها الدبابيس، هبدا اغسلها كويس جدا، وبعدين ابدا اشيل منها الجلد، وبعدين ابدا اخد الورك بتاعي كده، وبعدين اقسمه على 4 بالشكل ده. الحجم كده مناسب جدا، تقدري طبعا تكبريه او تصغريها زي ما انت عايزه. والجلد بتاعنا ده كمان احنا ما رميناهوش، احنا جمعناه وعملنا بيه احلى مرقه دجاج ممكن تعمليها صحيه في البيت. لو حابين تشوفوا الفيديو ارجعوا ان شاء الله هتشوفوه. مرقه دجاج صحيه وجميله جدا. بعد بقى ما اغسل الاوراق كده واقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنبدا دلوقتي بقى نجهز التتبيله بتاعتنا. انا عندي هنا نص كوبايه من عصير البرتقال، او تقدري تستخدمي بداله ليمون لو انت مش موجوده عندك. وعندي كمان هنا نص كوبايه من الزبادي، انا عاملاه في البيت. وعندي نص معلقه من البصل البودر والثوم البودر والزعتر والفلفل الاسمر والبابريكا، وكمان ربع معلقه بس من الحبهان. هبدا بقى اقلب التوابل بتاعتي كلها مع بعضها الاول، وبعدين ابدا اشيل منهم حوالي نص معلقه صغيره زي ما احنا شايفين كده. وطبعا معيار التوابل بالمعلقه الصغيره، وحطيت كمان معاهم معلقه صغيره من الملح. هنزل بقى بعصير البرتقال وكمان بالزبادي اللي انا عاملاه على التوابل بتاعتي، واقلبهم كويس جدا عشان يبقى خليط جميل جدا. هيخلي للاوراق بتاعتنا طراوه وطعم جميل جدا، ويخليها طريه كده من جوه ومستويه باذن الله وطعمها تحفه. هنزل بقى بالكميه بتاعتي كلها من الاوراق كده زي ما احنا شايفين، واقلبها في الخلطه الجميله ديت، واسيبها يفضل مثلا ساعه، او ممكن نعملها من قبلها بليله كمان، ونحطها على رف التلاجة. مش هيجرى اي حاجه خالص، بالعكس ده هتبقى طعمها جميل، وهتبقى متبله كده وطعمها تحفه. هلفها كده بالاستريتش راب، وبعدين اركنها كده على رف التلاجة لمده ساعه، وبعدين ابدا اجهز الخضار بتاعنا. انا عندي هنا معلقه كبيره من الزيت، ومعايا كمان نص معلقه بالملح بالتوابل اللي احنا كنا مجهزينها، وعندي فلفل الوان وكمان بصل، وتقدري كمان تضيفي طماطم لو انت حابه. البصل كده انا قطعته على 4 زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اشيل قلب البصلة الصغنن ده، مش هينفع يتعمل في شيش طاووق، هنشيله ونبقى نعمل بيه حاجة تانية هقول لكم هي ايه دلوقتي. وبعدين هنزل كمان بمعلقه الزيت الكبيره، وكمان بنص المعلقه الملح بالتوابل اللي احنا عملناها، علشان خاطر كمان الخضار والبصل بتاعنا يبقى متطعم ويبقى طعمه جميل، ما يبقاش بس اللحمه هي اللي متطعمه والخضار بتاعنا مش متطعم، عشان كله يبقى شكله حلو وطعمه كمان احلى. عندي كده بقى العيدان بتاعت الشيش طاووق زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نبلها في ميه كده، ننقعها في ميه لمده نص ساعه، وده طبعا عشان ما تنحرقش مننا لما ندخلها الفرن. وبعدين نبدأ بقى نجيب العيدان كده وندخل اللحمة والخضار فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدري تزودي كمية اللحمة او تقلليها في السيخ، او تزودي كمية الخضار زي ما انت عايزة. زي ما احنا شايفين كده هتبقى شكلها جميل جدا، والالوان بتاعتنا جميله، وما شاء الله عندنا القيمه الغذائيه هتبقى عاليه جدا، لان احنا عندنا الخضار البصل والفلفل الالوان. الفلفل الاخضر بيختلف من الفلفل الاحمر للاصفر، كل حاجه ليها فايده مختلف. هخلص بقى السيخ الاولاني كده، العود الاولاني، وبعدين ابدا احطه في الصينيه زي ما احنا شايفين كده. طبعا تقدري انت تشويه على الفحم او تقدري كمان تشويه على في الفرن. لو انت عندك فرن الغاز ده، تحطيه في الصينيه ديت، وتولعي المحمى من تحت، وتولعي كمان الشبكه من فوق، الشوايه من فوق هيبدا يحمر من فوق ومن تحت، وهيستوي مش هياخد معانا اي وقت خالص. طبعا انا مش دهنه الصينيه ولا ماده دهنيه ولا اي حاجه، لان انا هحطها في فرن البوتاجاز. انا هحط الصينيه كده زي ما هي كده في فرن البوتاجاز هتستوي معايا. طب لو احنا هنسويها على البوتاجاز من فوق، هندهن الصينيه بتاعتنا معلقه واحده من الزيت، ونحطها على البوتاجاز من فوق، ومن كل
دقيقتين 2 نقلب العود بتاع الشيش طاووق من ناحيتي للناحية التانية، يعني من الجنب ده والجنب ده، هيبدأ يستوي معانا ويبقى جميل جدا. انا عملته معاكم قبل كده على البوتاجاز من فوق، وعملته بصدور. لو انتوا عايزين تشوفوا الحلقة تقدروا تشوفوه. وده ان شاء الله هندخله الفرن بعد ما خلصت الكمية كلها كده زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى دلوقتي اجيب ورقة ألمونيوم واغلفها بيه وادخله الفرن. طب انتي مش عايزة تحطي ورقة ألمونيوم عادي خالص ما تحطيش، بس انا عندي هنا ولادي بيحبوا الاكل مستوي قوي، فانا هبدأ اغلفها بورقة ألمونيوم واحطها من غير مية ولا اي حاجة خالص. هيستوي بإذن الله في اقل من ربع ساعة. بعد كده بقى عشان نعمل الرز الاصفر بتاعنا، انا عندي هنا حله على النار، حطيت فيها معلقه من الزيت ومعلقه كمان من السمنه البلدي اللي انا مسيحاها معاكم قبل كده. وبعدين خدت القلوب بتاعه البصل اللي احنا كنا شايلينها لما احنا كنا بنعمل الشيش طاووق، وقطعتها صغير جدا. وبعدين هبدا اشوحها زي ما احنا شايفين كده، احمرها يعني، وانزل عليها بمعلقه من الملح عشان البصل بتاعي يدبل معايا بسرعه، وكمان يبقى مكرمل كده وجميل. هفضل بقى اقلب في البصل كده لحد ما يوصل للون الذهبي الفاتح، وبعدين انزل عليه بورقتين من اللور وحبايتين من الحبهان علشان نطعم الرز بتاعنا. بعد كده بقى هنزل بنص كيلو من الرز، تقدري تزودي الكمية او تقلليها على حسب ما انت عايزة. هقلب بقى الرز كويس جدا لحد ما يبدأ يسخن خالص، لان ما ينفعش نزيد الرز وهو بارد. هنزل بقى بعدهم بمعلقة من البابريكا ومعلقة من الكركم ومعلقة من الكاري، طبعا معالق صغيرة، وكمان ومعلقة كبيرة من الكاتشب. وانزل كمان عليهم بمكعب من مرقة الدجاج. هقلب بقى المكونات بتاعتنا كلها مع بعضها، وده يعتبر الريزو اللي هو الكداب. احنا عملنا الرز الريزو بطريقة سهلة جدا من غير بقى سكر بني ولا اي حاجة. الطريقة دي سهلة وبجد هيديك نفس الطعم واحلى كمان. هظبط بقى الحدق بتاعه كده زي ما احنا شايفين، ونخلي بالنا ان الرز بتاعنا بياخد مقدار عقلة واحدة من فوق مستوى الرز، عقلة واحدة زيادة مية او شوربة من فوق مستوى الرز. هسيبه اول 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده اول ما يبدأ يغلي كده ويبقبق معايا هدي النار كمان 10 دقايق. هيبقى بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. وده شكل الشيش طاووق، وشكل كمان الرز بتاعنا بعد ما خلص. شكله جميل جدا. جربوا الرز بالطريقه دي بجد هيعجبكم، وكمان الشيش طاووق هيعجبكم جدا. النهارده الحلقه بتاعتنا خلصت. قدمنا معاه كمان بطاطس صوابع، وتقدري تقدمي معاه كاتشب كمان او مايونيز لو انت حابه. يا رب تكون الحلقه سهله وبسيطه وعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم.